الصدمة الثقافية ماشي في الشوارع ولا اللغة. الصدمة الثقافية هي ملي كتكتشف أن العالم غادي بواحد الطريقة أنت ما تربيتيش عليها. كنت في واحد البلاد اللي عامرة بالناس، ولكن أول مرة في حياتي حسيت براسي بوحدي. كيفاش؟ هادشي ماشي ضعف، هادي غير الصدمة الثقافية. النهار الأول ليا في الشينوا كلشي كان عادي، كلشي كان مختلف. اللغة، الشوفات ديال بنادم، الطريقة اللي كيهضر بها الناس، حتى الحوايج الصغيرة، كيفاش كيشريو مثلا ولا كيفاش كيشدو الصف، كيفاش كيسكتو بزاف. كنت كنضحك ولكن انا من الداخل كنت كنقارن. وهنا بدا المشكل. العلم كيسمي هاد المرحلة الكالتشرال شوك اولا الصدمة الثقافية. كاينين 4 المراحل اللي كيدوز بهم اي واحد اول مرة غادي يشوف واحد الثقافة جديدة. المرحلة الاولى شهر العسل، هنا كلشي كيكون زوين، كلشي عاجبك. الفروستريشن، العصبية، الغضب الداخلي، هنا كتولي معصب، كلشي كيبان لك في شكل. الادجستمنت، هنا كتبدا تفهم تأقلم. الاكسبتنس، الاكسبتنس هي ملي كتقبل الوضع وصافي وكلشي كيدوز عادي، اللي مرتاح ما كتبقاش تقارن. ولكن اغلب الناس كيحبسوا في المرحله الثانيه، ماشي حيت ضعف، ولكن حيت عقلهم باقي كيدافع على هويته. العقل كيدير واحد الحاجه خطيره، كيقارن باش يحميك، ولكن المقارنه الزايده كتحول الاختلاف لعداوه. فاش كنت كنقول حنا في المغرب ما كنستحملوش هادشي، ما كنتش كنحلل ولا شي حاجه ولا كنقارن، كنت كنقاوم. والعلم كيقول اللي كيرفض الاختلاف كيعاني كتر. الصدمة الثقافية ماشي في الشوارع ولا في اللغة. الصدمة الثقافية كتوقع ملي كتكتشف ان العالم غادي بطريقة اولا خدام الطريقة اللي ما تربيتيش عليها. دير واحد الخلاصة لهاد الفيديو ديالنا. الا كنتي مسافر ولا ناوي تسافر، عرف واحد الحاجة: الصدمة الثقافية مرحلة ماشي حكم. الا فهمتيها غادي تكبر، وإلا حاربتيها غادي تعيش في التوتر. إلا بغيتي نحكي لك مراحل أخرى من الغربة والعقلية، خلي معك واحد الابوني.